اهلا بيكم اعزائي المشاهدين في حلقه جايه من سلسلتكم الفنكوش هتتعلم ببلاش. وسؤال حلقتنا النهارده هو ليه ما بقيناش نحس بالسعاده في العصر الحالي زي زمان، وليه ما بنحس بيها بعد مده طويله مش زي الاول بسهوله. وكل ده واكتر هنجاوب عليه في حلقتنا النهارده عن كتاب صوم الدوبامين او أمة الدوبامين. يلا بينا نعرف اكتر عن حلقه النهارده. الأول تعالوا نعرف إيه هو الدوبامين. الدوبامين هو عبارة عن مادة بتتفرز في المخ لما تعمل حاجة فيها إنجاز. شعور الرضا والسعادة اللي أنت بتحسه هو ده إحساس الدوبامين أو المادة الكيميائية اللي بتتفرز في المخ. المشكلة بقى إن أنت لو عملت حاجة فيها سلوك إدماني زي إدمان أدوية معينة أو إدمان الخمور، ده في العصر السابق. أما في العصر الحالي زي إدمان السوشيال ميديا وإدمان الأكل وإدمان المواد الإباحية، الحاجات دي بيحصل منها حاجات تانية في موضوع الدوبامين ده. تعالوا نعرف ايه اللي بيحصل عن طريق ان احنا ندي مثال في السوشيال ميديا. تعالوا بقى نتخيل ايه اللي بيحصل لما تستخدم السوشيال ميديا. اللي بيحصل انت بتستخدم الموبايل، بتقعد تعمل سكرول، تعرف معلومات ورا بعضها ورا بعضها وبسرعة. اللي بيحصل ده بيعتبر في المخ عبارة عن حاجة زي الإنجاز. كل ما تاخد معلومة بيزيد الدوبامين عندك، فتقعد تزيد الدوبامين، يزيد الدوبامين كل مرة، فده يؤدي إلى إن يبقى عندك جرعات عالية من الدوبامين في مخك. المشكلة إن مظاهر السعادة البسيطة زي إن واحد يبتسم في وشك، إن أنت تشوف منظر طبيعي جميل مثلا في الحياة، الحاجات دي بيبقى تفرز دوبامين بسيط. فلما يتفرز الدوبامين البسيط ما تحسش بيه، لأن جرعات الدوبامين عالية عندك بسبب السوشيال ميديا اللي أنت شفتها والمعلومات اللي أنت شفتها وحققت لك إنجاز معين، فما تحسش بمباهج الحياة. المشكلة كمان في الحاجات اللي بتسبب لك دوبامين بعد مدة طويلة، زي مثلا ان انت تقرا كتاب ففي نصه او اخره تحس ان انت انجزت ان انت قريت الكتاب ده وحققت لك بعض المتعة. الحاجات دي مش هتحس بيها لان انت بتاخد في السوشيال ميديا او المواد الاباحية او مثلا الاكل. الحاجات دي بتاخد جرعات عالية وبسرعة جدا، فبتاخد دوبامين عالي في وقت قصير. فلما تيجي بقى تقرا كتاب مثلا هتاخد مدة طويلة عشان تستفيد من الدوبامين اللي انت بتاخده، فما تحسش بمتعة القراية. وعشان كده يا عزيزي المستمع، سبب عدم سعادتنا في الفترة الحالية مش بس نواحي مثلا اقتصادية أو اجتماعية أو كده، لكن نواحي الإدمانية السلوكية بسبب السوشيال ميديا وسبب المواد الإباحية وسبب الأكل. الحاجات دي سببت لك عدم سعادة وعدم فرح بالحاجات اللي احنا بنشوفها في حياتنا، من مظاهر طبيعية جميلة، من ابتسامة في وشك، من ان انت تقرا كتاب، ان انت تتعامل حتى مع الناس اللي هو الناحية الاجتماعية. الحاجات دي سببت لك عدم فرح. طب احنا نعالج زيادة الدوبامين في مخنا ازاي؟ والعلاج يا سيدي هو عبارة عن صوم الدوبامين. صوم الدوبامين هو عبارة عن انت توقف المادة الإدمانية اللي انت بتعملها فترة معينة، فالدوبامين يقل للمستوى الطبيعي. طب انت هتوقف فترة قد ايه؟ ممكن مثلا يومين من كل اسبوع او ممكن اسبوع من كل شهر. ساعتها يا سيدي الدوبامين هيقل لمستواه الطبيعي، فتقدر ان انت تستمتع بالمباهج الحياة اللي بتفرز دوبامين بكميات قليلة لكن تسبب لك سعادة وقتية مناسبة. آخر حاجة أحب أقولها إن الإدمانيات السلوكية مش بس السوشيال ميديا، مش بس أكل مواد إباحية، لكن كمان حاجات تانية زي إدمان العمل، إدمان الناس، حاجات زي كده. وعشان كده أشجعكم تقروا كتاب أمة الدوبامين، هو ده اللي هيعرفكم المعلومات دي وأكتر. تابعوا معانا بقى الحلقات الجاية، وأتمنى تكون الحلقة دي عجبتكم، وشكرا ليكم وأشوفكم الحلقة الجاية.